ايه يا ياسين، انا عايزك تخلص لي موضوع التأشيرة ده النهارده. مفيش حاجه اسمها كمان كام يوم. النهارده بالليل هعدي عليك واديك الفلوس. ماشي؟ سلام. مش ده اللي اتفقنا عليه يا استاذ احمد؟ يا فندم ده نص المبلغ، النص التاني هتاخديه بعد الحلقه. اسالي اي حد هيقولك الضيف بياخد فلوسه كلها بعد الحلقه. اللي عملناه ده كان استثناء. استاذ احمد انت بتضيع وقتك ووقتي، عن اذنك. اقعدي بقى اقعدي اسمعيني. لا اسمعني انت كويس بقى. زمان لما كنت شغاله في البازار بتاع الفندق عرضوا عليا انزل الكاسينو تحت، قالوا لي انت حلوه والزباين هتتبسط منك وهتاخدي تبس ما تحلميش بيه. ساعتها كنت لسه مخلفه، استحرمت عشان ابني، بس دلوقتي القمار بقى مفروض عليا. الفتره اللي فاتت دي خسرتني حاجات كتير قوي ما تتعوضش، عشان كده ما بقاش يفرق معايا. الكلام اللي هقوله في البرنامج بتاعكم هيجيب رقاب واولها رقبتي، وطبعا هيدخلوكوا اعلانات كتير، وانت جاي دلوقتي تفاصلني. يا فندم مش بفصلك ولا حاجه، احنا ما رجعناش في اللي قلنا عليه، بالعكس حضرتك كمان واخده مبلغ فوق الميزانيه. هو سؤال واحد، هتدفع لي دلوقتي اللي اتفقنا عليه ولا اقوم اروح؟ استني بس حضرتك. اتفضلي، شيك اهو. حضرتك اكتبي لي هنا ان استلمت اصل الشيكين ومضيلي. اتفضلي. والله اتغيرنا يا مدام انجي. قولي لي مين اللي قدر يعمل اللي انا ما قدرتش اعمله؟ مفيش حد، عادي يعني. انا مش هضغط عليكي، عاوزه تقولي قولي، مش عاوزه تقولي ما تقوليش. الحقيقة هو شخص لطيف، تقابلنا صدفة، بس أنا مش عارفة إذا كان هو عنده نفس الشعور ولا لأ. الصراحة أنا نفسي مش متأكدة، بس الحب ده حاجة كبيرة جدا. هو مش حب قوي يعني، على قد ما هو استلطاف. بالظبط كده. بس أنا خايفة قوي يا دكتور، مش قادرة أكرر نفس تجربة وليد. ادي نفسك فرصة مدام انجي، ادي نفسك فرصة، محدش عارف، جايز يكون مناسب، اعرف إذا كان مناسب ولا لأ. طب افرض حضرتك طلع مناسب وكويس واتعلقت بيه، أنا خلاص بدأت إجراءات الهجرة. امشي في إجراءات الهجرة عادي جدا، اوعي تفرملي نفسك، محدش عارف الخير فين. عشان كده أنا عزمته على عيد ميلاد كنزي، هشوفه. طب قولي لي بقى، هو اسمه ايه؟ يوسف. يوسف. يوسف ايه؟ يوسف فرج. سؤال أخير، الشخص اللي بيطلع لك في الكوابيس ده اسمه ايه؟ اسمه يوسف. اسمه يوسف فرج. في حاجة يا دكتور؟ لا ما فيش حاجة، أنا بسأل بس يعني. خير 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 إن شاء الله، خير.
هو ايه اللي حصل في الاوضه دي؟ تلاقيك عامل عامله يا استاذ يوسف. عملت ايه بس يا عم حسن؟ انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده. قلت لك انا راجل كبرت ومش حمل الحاجات دي. انت من بكره تلم عزالك وتشوف لك مكان تاني. ليه بس يا عم حسن؟ من غير ليه؟ هو ضاحي رجع؟ ربنا يكفينا شر، وانا ماليش دعوه بالحاجات دي. زي ما قلت لك تاخد بعضك وتتكل من بكره. وبعدين حتى افضل لك انت وابنك. يعني انت مش خايف عليه؟ خايف. خلاص يبقى يا دار ما دخلك شر. وبعدين انت ابن حلال وهتلاقي 1000 من يقويك. ماشي. بابا في حاجة؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه، كمل نوم. هو ما قالكش اللي جم دول تبع ضاحي ولا ايه يعني؟ مش راضي يفتح بقه، شكلهم هددوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه يا يوسف، انت تسيبك بقى من مكان اللبش ده وتيجي تقعد معايا الكام يوم الباقيين دول لغايه ما تسافر. امسك دول ال 80,000 بتوع التأشيرة. مش ناوي تقول لي برضه جبتهم منين؟ خلاص جبتهم مطرح ما جبتهم بقى يا ياسين. هقول لك لما ابقى سافر. يعني كل العشره اللي بيني وبينك دي ولسه مش واثق فيا؟ واثق فيك ايه يا دي اهبل؟ انت اخويا يالا. انا بس مش عايز ادخلك في حوارات ودوشه. على فكره من كام يوم كنت مع الريس، رحنا للبرنس. ملعون ابو سيره البرنس، يا رب ياخد 100 اعدام. اعدام ايه؟ اعدام ايه؟ ده الريس نفسه هترفع عنه. ملعون ابوه هو والريس بتاعك. مين الريس يعني؟ انت يا انت بتشرب تطوره ولا مالك؟ سليم درباله، قلت لك 100 مره سليم درباله. الراجل ده مفيش قضيه عقرت معاه. بالك هيديله كام؟ 15 مليون. كم؟ يا ابن الكام؟ 15 مليون جنيه وبيحبسني انا عشان فتافيت؟ امال انت فاكر ايه؟ ده بيشتري بيهم دنيته يا يوسف. ان شاء الله هيتحرق بجاز وسخ في الدنيا وهيولع في الاخره. انت دي والله ولا فالك؟ كان الريس يموت وانا اترمي في الشارع زيك؟ ايه يا عم انا بهزر معاك. ماشي، انا الحق بقى اشوف لي مكان في الشارع. يا عم بس استنى بس، تقلبهاش نكد يزيد حقك عليا اهو. خلاص ما تكبرش الموضوع. طيب استنى عشان عايز اقول لك على حاجه مهمه. خير؟ ان شاء الله قريت فتحتي الاسبوع الجاي. بتقول ان انا اللي بخبي عليك يا صايع؟ طب ما قلتليش ليه؟ لا انا ما كنتش اعرف. يعني ما كنتش تعرف؟ انت هتتجوز مين؟ هتجوز واحده كده قريبه سليم دربال. تقرب له ايه؟ لا ما اعرفش، انا ما شفتهاش قبل كده. انت رايح تتجوز واحده ولا تعرفها ولا شفتها قبل كده؟ طب ايه اللي جابرك على الكلام ده؟ ايه اللي جابرني؟ يا اسطى الكلام ده للناس عندهم اختيارات، لكن انا ماليش اختيارات يا يوسف. بالك انا قضيتها في الدنيا دي طور في ساقيه. والله كل ما اجي افكر كده اكتشف ان انا ما عشتش حياتي، مقضيها جري. اجري على قضيه واجري على بلاغ، اجري على امي واخواتي. يا لهوي يا لهوي، لو الزمن رجع بيا لورا بالك انا هعمل ايه؟ ايه؟ ولا حاجه. والنبي ما بهزر، مش هعمل حاجه. انا ماليش اختيارات يا يوسف. هو انت اللي بتقلبها حزيني دلوقتي يا ياسين مش انا. بس انا غيرك بقى. انا لو رجع بيا الزمن لورا هسمع كلام ابويا وعمري ما كنت اتجوز البنت دي. هو انت يا يوسف لو ما كنتش قفشت مراتك مع العيل الظابط ده يعني كنت هتكمل معاها؟ كنت هكمل معاها على الاقل عشان الواد. كنت هستحملها، يمكن كنت بحبها. لا مش كنت، انت لسه بتحبها يا يوسف. تعبيط يالا ولا ايه؟ مين دي اللي لسه بحبها؟ اسمع مني بس، انا ساعات بشوفها في عينيك. في عينيا؟ طب ابقى البس نضاره يا اخويا. يا يوسف انت عايز تهرب من حياتك في حد تاني. طب قول لي كده، انت ليه زورت بطاقه ضحي ده؟ وليه مهتم بيه قوي كده؟ عشان انت عاوز تبقى حد تاني،
حتى لو مجرم مش مهم، المهم تبقى حد تاني غير يوسف. يوسف اللي ظلمته واحده ست. بقيت دكتور نفساني انت، ها؟ امسك. ايه دول؟ دول نقطتك يا صاحبي. ايه يا يوسف بس الكلام؟ شرف نفسك قدام عروستك ياهو. مبروك. الله يبارك فيك يا صاحبي. كام دول؟ لا كتير حلوين. سلام. سلام. ايوه يا حاج ابو حسين. ايه اللي انت بتقوله ده؟ امتى حصل الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا إنا إليه راجعون. لا أنا جاي لكم على طول، مسافة السكة. تمسك العشيرة؟ كلام ايه ده؟ دي وصية ابونا الشيخ يا حاج عطواني. ايوه بس الدكتور سليم يعرف ايه عن العشيرة، الا بقى لابونا الشيخ قبل ما يموت. عاوز تقول ايه يا شيخ عطواني؟ الحاج عطواني ما يقصدش حاجه وحشه يا مولانا، الراجل مستغرب بس. انا مش هسمح لاي مخلوق يعيب في ابونا الشيخ الله يرحمه، وزي ما قال الحاج ابو حسين دي وصيه ابونا الشيخ ولازم تتنفذ، وانا زي ما انتوا عارفيني
مش محتاج منصب ولا حاجه. ومين قال كده بس يا دكتور؟ صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي وما تخلوش الشيطان يدخل بينا. ايوه انا مش عاوز فتنه، ارجوكم يا جماعه بلاش فتنه. بعد اذنك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. على البركه. الله اكبر. على البركه يا مولانا. الله اكبر. الف مبروك يا مولانا. على البركه. ربنا ينور طريقك يا مولانا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. توفيق يا مولانا. كلامك ايه يا شيخ عطواني؟ بعد ما مات جمال ابني الدنيا كلها اسودت في وشي. ما كنتش سليم دربالة اللي الناس بتحكي وتضحك عنه دلوقتي. كنت واحد تاني ضعيف حاسس بالذنب، حاسس اني قصرت في حق ابني. انت ذنبك ايه بس يا ريس يا مولانا؟ دلعته كتير، دلعته زيادة عن اللزوم لغاية ما راح مني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا مؤاخذة يعني يا مولانا، هو مات ازاي؟ من مخدرات، خد جرعة زيادة. أنا خبيت على أمه سبب موته عشان تفضل فاكرة إن ابنها كان زينة الشباب، لكن في الحقيقة ابني مات من الإدمان. بعد موته بكام يوم شفت رؤية عجيبة، ولقيت نفسي في بيت كبير ومعايا أبويا الشيخ بيقول لي يا ابن الزاوية حياتك هتتغير. كانت أول مرة في حياتي أشوف رؤية بالوضوح ده. صحيت من النوم زي المجنون بدور على أي حد يفسر لي المنام اللي أنا شفته، لحد ما ولاد الحلال دلوني على أبويا الشيخ ورحت له، وكانت تاني مرة أشوفه فيها. المرة الأولانية كانت في المنام. أول ما شافني قال لي اتأخرت ليه يا سليم؟ وما كانش شايف معاليك قبل كده؟ ما أنا عرفت منه بعد كده إن هو برضه شاف نفس الرؤية، عشان كده قعد يقول لي اعمل اللي طلبته منك يا سليم. فعلا أول ما خدت الفيلا دي هديت كام أوضة وبنيت الزاوية، بنيتها زي ما شفتها في المنام بالظبط، لا زايدة حجر ولا ناقصة حجر. ومن ساعتها ما فرقتش أبويا الشيخ، كنت بحضر معاه الحضرة اللي بيعملها كل أسبوع. اتعلقت بيه هوي زي ما قال لي فعلا حياتي كلها اتغيرت وبقت سليم دربالة. الله يرحمه ويحسن إليه. احنا على ميعادنا الأسبوع اللي جاي. يا مولانا معاليك في إيه بس ولا في إيه دلوقتي؟ زي ما بقول لك على ميعادنا الأسبوع اللي جاي. حاضر، اللي عليك تشوفه.
مالك قلقانه كده ليه؟ عادي، قلق ليه؟ مش قلقانه خالص. شكلك مستنيه حد. هستنى مين يعني؟ طب عيني في عينك كده. ايه يا حلا، انت فاضيه والله؟ يا ستي ما تسيبيها في حالها، ارحمي امها بقى. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تحبي اساعدك في حاجه؟ ميرسي. طب والله شكلها مستنيه حد، ما حبكتش دلوقتي. نعم. يا سلام، ألف حمد وشكر ليك يا رب. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. عارف يا ياسين، الحاجة سنية دي أجمد طباخة فيك يا مصر. بس اوعى تقول الكلام ده قدام أم جمال، لا تطين عشتي فأطين عشتك. بالهنا والعافيه يا اخويا، مطرح ما يسري يمري. الله يهنيك يا سنية. أمال فين لبنى؟ يا مش عايزة تشوف خالها ولا إيه؟ يا لبنى، لبنى استنى ما اقوم اشوفها لك، باين عليها مكسوف. لا لا، روح هاتيها. يلا شد حيلك، ألف سلامة. تسلم يا رب. هتبقى نسيبي يا حيوان. لا مؤاخذة يعني يا ريس، هي انسة لبنى دي تبقى بنت أختي. لازم يعني؟ لازم يعني. تعالى يا لبنى، تعالى يا حبيبة خاله. إيه النور ده؟ وحشاني يا بنت. بقول لك مكسوفه. ايوه اقعد يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صلى على حضرة النبي يا حاجة سنية عليه الصلاة والسلام. الواد ياسين، الأستاذ ياسين ده أنا مش هلاقي أحسن منه في الدنيا كلها. يخاف على لبنى ويصونها. اللي تشوفه يا اخويا. اللي تشوفه يا أخويا. وأنت يا لبنى اللي تشوفه يا خاله ولا إيه؟ كده؟ لا يبقى على بركة الله بقى. نقرا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الضالين آمين. امسك يا ياسين. يلا. ايه ولا مالك مبلم كده؟ يا ريس أنا تحت امرك. خد لبس عروستك الدبل. يلا. تعيش وتجيب يا اخويا، الهي ما نتحرم منك ابدا ولا من مجايبك الحلوه. تعيش يا سنية. الله، ايه مالك مرتبك ليه؟ يلا لبسها الدبله والبس دبلتك. قرايه يا حاجه سنيه. هنلبس الدبل سكتي كده. يلا سمعينا زغروطه حلوه بقى. طب يا قلبي تعبان. مبروك يا عرسان. الله يبارك فيكي. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا انجي؟ اتأخرتوا كده ليه؟ معلش بقى، هيثم كان بيجيب هدية كنزي. ازيك يا هيسوم؟ الحمد لله. هي كنزي فين امها؟ اهي يلا يا كنزي تعالي. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. بص بص على صايع ده. جاب لك هدية هيثم اهو. احنا بناخد حاجة بنقول ايه؟ ثانكس. لا العفو. يلعبوا على طول. اهلا 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 اهلا. ازي حضرتك؟ شكلك السمك بتاع المره اللي فاتت ما عجبكش. لا ازاي، ده احلى سمك كلته في حياتي والله. اتفضل اتفضل اتفضل. الاستاذ محمود
جميل اللي في الشغل. اهلا وسهلا يا باشا، اتفضل. الاستاذ يوسف طبعا. عايز يشتري الشقة. لا والله. يعني انت مسافر خلاص؟ قصدي امتى يعني؟ يعني كلها كام شهر كده هسافر. طب وانتي خبر سفرك ايه؟ خلصت ومستنيه، بس الاجراءات بتاخد شويه وقت. وعرفتي هتشتغلي هناك؟ لا مش عارفه، بس في هناك اذاعات عربيه، غالبا هقدم على واحده فيهم. ومامة هيثم هتوافق يعني ان انت تاخده وتسافر؟ لا مش هتوافق، بس انا هخليها توافق. وده مين ده كمان؟ ما انا قلت لك ده اللي كان جاي يشتري الشاليه. ايوه يعني جاي بصفته ايه؟ معرفش. انت رايحه فين؟ يلا يا انجي عشان نطفي الشمع. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kenzie. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا كنزي، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بلا بلا حيا بالفصل، هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، هيحيا بالفصل. بس انتوا ما لحقتوش تقعدوا خالص. معلش انا اصلي عندي مشوار مهم جدا لازم الحقه. كل سنه وكنزي طيبه. انت طيب، بس حتى هيثم ما كلش من التورته. هيثم ما كانش عايز يمشي اصلا، بس معلش نتعوض مره تانية ان شاء الله. باي باي هيثم. باي باي انجي. اتفضلي يا استاذه. اهلا وسهلا. تمام. اتفضلي يا استاذه. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام سعاد؟ نورتي الدنيا. اهلا بحضرتك. اهلا اتفضلي بحضرتك. اتفضلي استريحي. الحمد اهلا لله. وسهلا. اتفضلي. استاذ يا احمد ازيك يا حبيبي؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ ازيك؟ نورت. اوكي. اوكي. اخبارك ايه يا استاذ؟ تمام الحمد لله. ازيك يا محمد عامل ايه؟ اقعد كده اهو. الو كده تمام. ايوه لا انا على الهوا دلوقتي. لا طالع هوا سلام. والله كان نفسي اجيلك الصالون، بس حضرتك اللي عاملاه حريمي. معلش تتعوض ان شاء الله. ده رقم الشخصي، ما بدوش لاي حد. الفقرات زي ما انت شايفه، كل شغلنا في الاستوديو التكييف عالي بيكسر الجسم وبيتعب الفقرات. يعني لو تيجي عندي شويه مساج، مش عشاني، عشان الفقرات. سماح، اهلا يا سماح. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ استاذ سمير حضرتك جاهز؟ جاهز. قدامنا قد ايه؟ دقيقة يا ريس. يلا استنى بقى يا اساتذة. يلا مدام سعاد سمي واشربي شويه ميه. عايزين حلقه تطلع حراقه. ها ما تقلقيش، الموضوع هياخد شكل دردشه. الناس عايزه تعرف طارق درغام بياكل ايه، بيشرب ايه، عايش ازاي. ما يهمنيش اذا كان يطلع ملاك ولا شيطان، ربنا عز وجل هو اللي هيحاسبه. المهم الحلقه بتاعتي تطلع حراقه ان شاء الله. يا جماعه جاهزين؟ 30 ثانية يا استاذ، ستاند باي.
يلا يا جماعه، ميرسي يا سمسم. هي يا استاذه سعاد جاهزه؟ هنطلع هوا. يلا 5 4 3 2 1 هوا. مساء الخير واهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من اسلاك شائكه سمير بسيوني. الفتره اللي فاتت الرأي العام المصري كان مشغول بجريمه القتل اللي راح ضحيتها شهيد الاعلام السيد طارق درغام. صورة طارق درغام جاهزة؟ ننزل بيها يا ابني على طول هوا. سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وبنتقدم لأهل الفقيد بخالص العزاء. النهاردة معانا سبق إعلامي، معانا الشاهدة الوحيدة على جريمة القتل والتي نجت منها بأعجوبة. معانا مدام سعاد. أهلا وسهلا وحمد لله على السلامة. اهلا بحضرتك. بنت اخته؟ بنت اخته. ماشي يا عم، العيلي عيلي بقى. وانت مش مبسوط ليه يا عريس؟ لا ازاي مبسوط طبعا. انا بس يعني شايل هم الشقه، مستحيل يعني هيخلي بنت اخته تعيش في اوضه المعفنه اللي انا قاعد فيها. بقول لك ايه، مش ودك بنت اخته يبقى خلاص هيظبطك، هيرفع لك المرتب بتاعك، هتمشي يعني. انت خلاص بقيتوا نسايب. يا ريس تعال علينا البتاع ده. كنا يا مدام سعاد كنت تعرفي المرحوم كويس؟ المرحوم كان من اهم زباين الصالون. بس اللي انا اعرفه ان الصالون كان سيدات بس. ده دلوقتي حضرتك، انما قبل ما اشتريه كان رجاله وستات. وطارق بيه الله يرحمه كان بيتردد علينا كتير، وكان في حد معين هو اللي بيعمل له المساج. حد معين ما بيغيروش؟ ايوه، الحد ده كان اسمه مايكل. ولما الحد ده مشي وساب الصالون انا اللي بقيت بعمله، وبقى بيطلبني بالاسم. طبعا احب اوضح لحضرتك ان احنا عندنا زباين مهمه ليهم اسم ووضع في المجتمع، عشان كده لازم نعاملهم معامله خاصه. معامله خاصه ازاي يعني؟ يعني كل واحد له نظامه، وطارق بيه الله يرحمه كان ليه نظام معين واحنا كنا بنحترمه، عشان كده كان بيستريح معانا. ده غير طبعا السريه التامه. اكيد. طب ايه النظام اللي كان بيطلبه المرحوم؟ المرحوم كان مثلا عنده هوس بالنظافه، كان بيحط صابونتين في الحمام بتاعه، واحده كبيره للضيوف واحده صغيره بيستخدمها هو، وكان الدنيا ممكن تقوم ما تقعدش لو حد استخدم دي بدل دي. وكان كمان بينبه قبل الجلسه. يوسف طب تحب نقوم؟ استنى يا سيدي، عايز اسمع بنت الهرمه دي بتقول ايه. في حاجه تانية مهمه عايزه اقولها. المرحوم كان عنده الام في الظهر، عشان كده الدكتور كان طالب منه ان هو يعمل مساج طبي من وقت للتاني. وحضرتك يا مدام سعاد عرفتي المعلومه دي ازاي؟ هو اللي قال. بس اللي اعرفه ان طارق بيه الله يرحمه كان كلامه قليل، غير مع اللي بيرتاح لهم بس. طب يا مدام سعاد، المرحوم ما كانش بيجيله مكالمات غريبه، تهديدات بالقتل مثلا؟ وانا اعرف منين؟ انا عمري ما خدت بالي من حاجه زي كده. طب مدام سعاد، ممكن حضرتك تكلمينا عن يوم الجريمه؟ قبل ما اتكلم عن يوم المشؤوم ده، يا ريت تسمح لي حضرتك ارجع حبه. اتفضلي. طارق بيه الله يرحمه كان بيتعامل معايا بطريقه رسميه جدا، يعني كلمه ورد غطاها. بس بعد كده ابتدت معاملته تتحسن، وابتدى يتكلم معايا اكتر، لدرجه ان هو كان ساعات ممكن يكلمني بالليل متاخر، وانا طبعا ست متجوزه، فده كان بيسبب لي مشاكل مع جوزي. جوز حضرتك المتهم في جريمه القتل. ربنا يفك سجنه. كاميرا 2 هسند لك على كاميرا 3 وانت خش زوم ان على عينيها بسرعه. طب اشربي شويه ميه، اشربي. انا طبعا كنت بصده، وكنت بحاول دايما اتعامل بطريقه رسميه لحد ما يسافر، وبعد كده حسيت ان الموضوع خلص خلاص، بس الظاهر انه بالنسبه له ما كانش اتنسى. بس احنا يعني سمعنا ان المرحوم ما كانش ليه علاقات نسائيه.
قصد حضرتك انه كان شاذ يعني؟ لا انا ما قلتش كده يا مدام سعاد. استاذ سمير طلعنا فاصل بسرعه لو سمحت. فاصل. بقول لك يا ريس الكلام ده على مسؤوليتي، ماليش فيه، هنروح كلنا في داهيه. اسلاك شائكه سمير بس. ايه يا مدام سعاد؟ ايه اللي انت قلتيه ده؟ شاذ ايه؟ وده كلام يتقال في برنامج هتقفل لنا القناه. ايه ده؟ مش حضرتك قلت لي عايز الحلقه سخنه؟ ايوه سخنه بس مش للدرجه دي. ايه يا مدام سعاد؟ مش ممكن كده، هنخسر العائلات المحترمه اللي بتتفرج علينا، مش معقول. وبعدين هنخش في سين وجيم، مش معقول كده يا مدام سعاد هتقفل لنا القناه، مش ممكن. 20 ثانيه. حضرتك جاهزه؟ 3 2 1 هوا. أعزائي المشاهدين، نعود مرة أخرى وأسلاك شائكة سمير بسيوني. قبل ما نكمل حوارنا عايز أقول إننا نكن بكل الاحترام والتقدير لشهيد الإعلام السيد طارق درغام، ولكن في نفس الوقت إحنا عايزين نصل للحقيقة. اتفضلي يا مدام سعاد. حبيبي يا ابني، ربنا يشفيك يا رب، ربنا يشفيك. ام محمد. نعم يا مدام سعاد. خلاص انا غيرت رايحه اقعد مع هيثم. روحي انت. طيب مش عايزه حاجه اعملها لك؟ متشكره. ربنا يطمنا عليه يا رب، يشفيه. ايوه انا كنت هكلمك دلوقتي. معلش انا قلبي مش مطوعني اسيب هيثم. اللي تشوفيه، بس لسه مدير مكتبه ماشي من عندي، قال لي ضروري تعدي على طريق باشا. طب قلتي له ابنها تعبان؟ قلت له وقال لي الف سلامه عليه، بس لازم برضه تيجي. الظاهر كده ان في سبب تاني. سبب تاني؟ سبب تاني ايه؟ مش عارفه والله. طيب انا جايه دلوقتي. باي. مدام سعاد، مدام. يوميها جات لي مكالمة دولية، رديت لقيت طارق بيا الله يرحمه. لقيته بيقول لي أنا مسافر بكرة وعايزة أشوفك ضروري. طبعا استغربت، أصله كان بقاله فترة مسافر ومفيش اتصالات خالص. وقلت له ليه، في إيه؟ قال لي في واحدة من عندك من الصالون طلعت عملت لي مساج وسرقت الساعة الذهب بتاعتي، ولو ما جيتيش دلوقتي حالا هبلغ البوليس يقفلوا لك الصالون. وبعدين؟ ما صدقتش طبعا. اصل انا حضرتك اللي مشغلاهم عندي في الصالون دول انا منقياهم على الفرازه، وده ما حصلش قبل كده. ورحتي له؟ انا عايزه اقول لحضرتك حاجه تانية كمان. يوميها ابني كانت درجه حرارته عاليه جدا، وكان الدكتور لسه ماشي من عنده. الف سلامه عليه. الله يسلمك. طبعا انا ما كنتش عارفه اعمل ايه. كلمت جوزي وقلت له اصل انا ما ينفعش اخرج او اروح اي حته من غير اذنه. مدام سعاد، عايزين نقف عند الجزئيه بتاعت جوز حضرتك دي. دي نسخه من محضر التحقيق اللي اتعمل بعد كاميرا 2 زوم ان بسرعه على صوره المحضر. ممكن طبعا الناس تسال احنا جبنا النسخه دي منين؟ هي موجوده على الانترنت. مدام سعاد، حضرتك قايله في محضر الجريمه ان جوز حضرتك كان في جناح المرحوم قبل الجريمه بشويه. الكلام ده مش مظبوط. بس اهو ده مثبت معايا في محضر التحقيق. وانا بقول لحضرتك يا استاذ سمير النهارده اللي حصل بالظبط. يا بنت الكال. مدام سعاد، بعد 10 ايام حضرتك هتروحي المحكمه وهتقفي قدام القاضي وهيسألك عن جريمة قتل السيد طارق درغام بصفتك الشاهدة الوحيدة. هتقولي ايه؟ اللي بقوله دلوقتي هو نفس اللي هقوله للمحكمة. مدام سعاد، ممكن نرجع للحظة اللي حضرتك رحت فيها عشان تقابليه. ما خفتيش تروحي لوحدك؟ خاصة ان زي ما قلتي حضرتك ان علاقتك بطارق بيه
بقت اكثر حميميه. انا اول ما قال لي على موضوع السرقه الحقيقه ما فكرتش غير في الصالون وسمعته، عشان كده كان لازم اروح. وبعدين يا استاذ سمير، واحد زي طارق بيه لو اتهم واحده زيي اكيد يعني كل الناس هتصدقه. اكيد. رحت واستنيته في الريسبشن، لقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي اطلعي. وطلعتي له السويت بتاعه؟ لما رفضت قال لي لازم تطلعي عشان تشوفي اللي حصل من ورا راسكم. وايه اللي حصل من ورا راسكم؟ معرفش، انا استغربت زي حضرتك كده في الاول، بس لما طلعت لقيته مش على بعضه كده. ازاي؟ اهو اللي حصل بقى، يعني دي اعراض ناس. احنا ما نقصدش يا مدام سعاد نشهر بحد، بس حضرتك اتظلمتي وجوز حضرتك اتهم بالقتل. احنا دورنا كاعلاميين نبين ونوضح الحقيقه. ربنا يسامحني على اللي هقوله ده. اعذرني يا باشا، ما بشربش. ما تعودتش يترفض لي طلب. حرق شويه بس حلو. هو كان ماسك في ايده كاس وطلب مني ان انا اشرب معاه، وانا طبعا عمري ما شربت خمره ولا اعرف ريحتها حتى. وبعدين ابتدى يسالني اسئله غريبه. انتي بتحلمي بايه؟ عمرك حبيتي قبل كده؟ حاجات زي كده يعني. واتصرفت ازاي؟ تحبي نطلع فاصل؟ انا اسفه. لما رفضت وحاولت انزل منعني وهددني ان هو يبلغ البوليس ويقول لهم ان انا سرقت ساعته. وبعد كده فجأة لقيته بيعيط ووطى بس لا مؤاخذة جزمتي. بس جزمتك؟ طارق درغام؟ ايوه، كان بيتحايل عليا ان انا ما اسيبوش وافضل جنبه. تقضي الليله هناك؟ ايوه. وبعد كده لما انا اصريت على الرفض طلع عقد وعرض عليا ان انا اقدم برنامج عنده في القناه ب1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ مع الشيك ب1,000,000 جنيه يا باشا. مدام سعاد، عاوز اقول لك ان احنا بعد الحلقه دي هنتهاجم جدا والصحف هتتهمنا بالكذب ومش بعيد يرفعوا علينا قضايا. مدام سعاد، حضرتك عندك دليل على صحة كلامك ده؟ العقد اهو حضرتك، هتلاقي امضتي وامضة المرحوم. يا ريت الكاميرا تبقى معانا شوية على العقد. يلا زوم ان كاميرا 2 على العقد لو سمحت. ايوه السادة المشاهدين، العقد اهو مع حضرتك يا مدام سعاد، اتفضلي كلنا معاكي. انا ما عرفتش اعمل ايه. دخلت الحمام عشان اتصل بجوزي، فجأة سمعت صوت دربكة بره. طلعت لقيت الدم مغرق الدنيا، واحد بيجري بره الأوضة. يعني حضرتك شفتي القاتل ولا لا؟